للأسف نهاية مشوار أكبر هداف بتاريخ الدوري السعودي برصيد 144 هدف، وأكبر هداف بتاريخ قارة آسيا برصيد أكثر من 300 هدف. اللاعب العربي السوري عمر السومة من بعد 9 مواسم حامل على كتافه نادي الأهلي السعودي. والله شو بيقهر لما تشوف لاعب بهيدا الحجم، لاعب بهيدي الإمكانيات عم يستغنوا عنه نادي الأهلي السعودي. اجوا اجانب الى الدوري السعودي، فكان الضحيه الكبرى هو اللاعب السوري عمر السومة. طبعا الاهلي ولا اي فريق اخر ما حينلام بهالشيء اللي صار. عمره صار 34 سنه، بس يعني قاسي شوي انك تجيب فيرمينيو وعندك اكبر هداف بتاريخ الدوري واكبر هداف بتاريخ اسيا. فيرمينيو بصراحه منه افضل من عمر السومة، وخاصه هلا بهالعمر كان فيه نضاينه شوي، وسنه الجاي ولا يلي بعدها يفل عمر السومة، خاصه انه هو قدوته الكبيره، قدوته العظمى يلي هو كريستيانو رونالدو. بس للاسف الحلم يلي كان قريب انه يواجه رونالدو خاصه بالدوري السعودي كان قريب جدا، بس بالاخر ما حصل. بس قد ما كان وشو ما صار، عمر سومة خروجه من اهلي وخروجه من السعوديه وخروجه من اسيا حيبقى هو اكبر هداف بتاريخها، وفخر اسيا وفخر سوريا وفخر العرب بكل قاره اسيا.